في ظروفنا الاقتصادية الصعبة دي كنا ممكن نفكر أفكار شريرة، أفكار شريرة، أو أفكار حتى كتير من السياسيين بيفكروا فيها والقيادات بتاعت الدول بتفكر فيها. يوم يقفز على بلد ياخد خيرها، يقفز على بلد ياخد إيه؟ خيرها. يا عجل يهبل. كان ممكن قوي والظروف كلها كانت سامحة وما زالت إن إحنا نقوم نعتدي على دولة أو نفقر بقى يعني قتلانا وشهدائنا في سيرة ال21 مصري اللي ذبح دول. خلاص بقى تهديد للأمن القومي، وده إرهاب وهو بقى زي الإرهاب، وداعش موجودة وكل حاجة حتى الآن. لكن إحنا بنقول أبدا لا يمكن نعتدي ونخش على أشقائنا هناك ونستبيح أرضهم عشان ناخد حاجة من هناك. كان ممكن ده يحصل، لكن احنا قلنا، واللي علمتني دي والدتي، قالت لي ما تطمعش في ايد اللي في ايد الناس، حتى لو كان ده اللي في ايد الناس ده والدك، ما تطمعش، ما تبصش ليه، ودايما اطمع في اللي بيدي للناس. اقول تاني، اللي علمتني اللي انا بقول لكم عليه ده ان ما اطمعش في حد. والدتي الله يرحمها قالت لي اوعى اوعى، انا بقول لكم كلام حقيقي، هي عند ربنا هو اللي هيجازي. دي على طول بتعمل كده، على طول كده مسهوك.